أعزائي المشاهدين، السنة دي قررت أبقى مذيع في برنامج حواري شهير، ولأني طبعا شرير قلت أجيب 2 زملاء من غير ما يعرفوا إنهم هيتقابلوا ولا هيقابلوا نفس المصير، بس لازم يكون في بينهم خلاف كبير، متخانقين أو منافسين أو مفيش بينهم أي تقدير، وبعدين يتورطوا في موقف مرعب كله تدمير، وطول التصوير كنا في صراع مرير، ناس ما استحملتش وناس ما كملتش ومفيش داعي للتفسير. ورمضان كريم بس جمدوا قلبكم لأن اللي هتشوفوه خطير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. رامز جاب من الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما معكم اسلام اشرف وفيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024. طبعا دلوقتي الناس كلها بتدور وعايزة تعرف تفاصيل واحداث الحلقة الثالثة في برنامج رامز جاب من الاخر. في الفيديو ده هنعرف تفاصيل واحداث الحلقة الثالثة من البرنامج، وهنعرف مين الضيوف اللي هتيجي في حلقة النهاردة. لو انت عايز تعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة الثالثة من البرنامج تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده. والحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الآخر حلقة بصراحة جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي، والحلقة طبعا كلها مليانة بالضحك، لأن طبعا النجوم اللي جاية في حلقة النهاردة نجوم كبيرة جدا وكلكم بتحبوها، وعشان كده الحلقة هتكون مليانة بضحك وهزار. وفي الفيديو ده هعرفك تفاصيل وأحداث الحلقة وهعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة، فتابع معايا الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. وطبعا زي ما انتوا شفتوا في أول حلقتين في برنامج رامز جلال الجديد اللي نزل في رمضان 2024، وبعد ما شفت اول حلقتين وفعلا اول حلقتين كانوا جامدين جدا وكانوا مليانين بالضحك بصراحة. والبرنامج السنة دي برنامج مختلف جدا عن كل السنين اللي فاتت، وتوقعنا مع بعض في اول حلقة في البرنامج، لو مشوفتهاش ارجع وشوفها، توقعنا ان اللي هيجي في اول حلقة احمد السقا وباسم سمرة، وفعلا توقعنا طلع صح، واول ما نزل البرنامج طلع احمد السقا وباسم سمرة زي ما احنا قلنا في الحلقة. وطبعا انا بنزل لكم الحلقة من قبل ما تنزل على التلفزيون وبعرفك مين الضيف اللي هيجي من قبل ما تتعرض على التلفزيون، وفي الفيديو ده هعرفك مين اللي هيجي في الحلقة الثالثة في البرنامج، فتابع معايا الفيديو للنهاية. وبرضه توقعنا مع بعض مين اللي هيجي في الحلقة الثانية في البرنامج، وفعلا زي ما احنا توقعنا كانت مي عمر ونجلاء بدر زي ما احنا قلنا في الحلقة الثانية بالظبط. والحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الآخر هعرفك مين الضيوف اللي هيجي في الحلقة، وهتلاقيني سايب لك اسمهم في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني سايب لك صورتهم في الغلاف بتاع الفيديو. لو لسه ما صليتش على النبي انزل تحت في الكومنتات صلي على النبي، وما تنساش اللايك الجميل للفيديو. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان البرنامج بينزل في وقت الفطار بالظبط بعد الاذان على طول، وحلقة النهارده حرفيا هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي، والحلقة ضرب نار بصراحة يعني. وضيوف حلقة النهارده ضيوف مميزة وكلكم بتحبوها، وهتكون الحلقة مليانة بالضحك بصراحة يعني. واسامي ضيوف حلقة النهارده هتلاقيني سايب لك اساميهم في اول تعليق وفي عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو. وحلقة النهارده هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي، زي طبعا ما انتوا شفتوا في الحلقة الأولى من البرنامج تفاصيل وأحداث المقلب. وفعلا البرنامج السنة دي مصروف عليه، والنجوم اللي جاية فيه نجوم تقيلة جدا، وكلنا متحمسين جدا للبرنامج. وانزل اكتب لي تحت في الكومنتات مستني حلقة مين من الفنانين. وطبعا بعد ما رامز نزل البرومو الرسمي للبرنامج طبعا في نجوم كتيرة جدا نازلة في البرنامج السنة دي. وبرنامج السنة دي برنامج رامز جاب من الآخر هيكون موجود في كل حلقة موجود فيها ضيفين زي ما شفنا في البرومو الرسمي للبرنامج واللي نزله رامز جلال على الصفحة بتاعته. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الضيفين اللي هيجوا في الحلقة يا اما يكون في بينهم مشاكل او منافسة بينهم. وعايز اقولك ان فكرة برنامج رامز جلال الجديد اللي باسم رامز جاب من الاخر مختلفة جدا عن اي برنامج شفته لرامز جلال. طبعا انا مش هعرف انزل لكم فيديوهات عن الحلقة لان الفيديوهات بيكون عليها حقوق في البرنامج، وبعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة قبل ما ينزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط. فلو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا نكمل بقى الحلقة، نعرف تفاصيل المقلب كده سريعا مع بعض. واول حاجة الضيف هيكون واقف في اسانسير، وفجأة الاسانسير
اسانسير هيتفتح بيه وهينزل في زحليقة كده طويلة، واول ما الضيف يطلع من الزحليقة هينزل في آلة المشي وهيفضل كده يتزحلق شوية على آلة المشي كده، ومرة واحدة هينزل في بركة مية كبيرة والمية اللي موجودة فيها مية مش نظيفة. وبس كده ابطال، مش عاوز احرق لكم كتير عن حلقة النهاردة. وبس كده ابطال، هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهتلاقيني سايب لك اسم الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، هتلاقيني سايبه لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في اول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة ليه. وبس كده ابطال، اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو وصلت معايا لحد هنا متنساش اللايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة اول باول. واهم حاجة يا ابطال، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انزله. يعني اول ما انزل حلقة جديدة من برنامج رامز جاب من الاخر توصلك اشعار على طول ان انا نزلت فيديو جديد، تخش تتفرج وتعرف مين الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة من قبل ما ينزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط. وكده يبقى انا عرفتك تفاصيل واحداث الحلقة التالتة من البرنامج، واستنوا ان شاء الله بكرة الحلقة الرابعة من برنامج رامز جاب من الاخر. لو في اي مشكلة شفتها في البرنامج عرفني تحت في الكومنتات. وبس كده يا ابطال، وده هتكون نهاية فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام. النهارده هعرفك مواعيد مسلسلات رمضان اللي هتنزل على MBC مصر. ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. لما تشتغل شغلانة زي شغلتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك، والخوف والرعب يبقوا هدفك. وأهم حاجة تبقى زي الدين. يظنون أن الترند بالخناق والهند ومن أقوال الشهيرة، ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيرة.